السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين كويزين نوبل. غادي نوجدو ان شاء الله اليوم دي كريب مالحين في الفران بحشوه بسيطه وبنينه. يتوجدوا على جوج المراحل، كنصاوبوا لي كريب وكنديروا لهم الحشوه. بالنسبه لي كريب ما غاديش نصاوبهم معكم في هذه الحلقه، غادي نصاوبهم معكم في حلقه اخرى، ولكن غادي نحط لكم المقادير ديالهم اللي بساطين بزاف وساهلين، ونخليكم مع الوصفه. غادي نديروا واحد البصله متوسطه شلضناها رقيقه بزاف ودرناها في واحد المعلقه ولا جوج الزيت فوق البوطه، وكنديروا عليها مليحه وكنخليوها تنزل واحد شي شويه. من بعد كناخذ الدجاج، صدر ديال الدجاج اللي كنقطعوه شرائح بحال هكا رقاقين. انا كيعجبوني الدجاج يكون رقيق بزاف، ما كيعجبونيش الطروفه يكونوا كبارين، يعني نحاولوا نقطعوهم ما ارق ممكن. وغادي نديرو شويه ديال الابزار، درت الابزار الابيض وغادي نخليه حتى هو يطيب غير شي شويه، يبيض ونحسو به طاب وبركه عليه باش ما يقصحش. درت معلقه ديال كريم فريش او القشده الطريه القاصحه، وجوج ولا ثلاثه ديال الفرماجات المثلثين او الفرماجات المربعين، وممكن تستغناو على القشده الطريه ونحيدوهم فوق البوطه. عندي هنايا صلصه البيشاميل اللي غادي نخليكم رابط ديالها فايته وجدتها معكم. صلصه البيشاميل كناخذ منها جوج معالق كبارين وكنخلط هادشي صافي. طفيت البوطه، حيدت ما خليتش العافيه باش ما تذوبلياش الصوص بيشاميل. ومن بعد كنزيد المعدنوس وكنخلي هادشي كله كيبرد. ومن بعد ملي كتبرد ليا الحشوه كندوز نعمرها في لي كريب. ما تنساوش ديروا واحد العصره ديال الحامض لانها كتفرق في المذاق. تيقوني هاد العصره ديال الحامض الا نسيتوها كيجي شويه هادشي زهيم، لانه كله غير كريم فريش وصوص بيشاميل، راكم عارفين هادشي كيكون ميدم بزاف. نديروا ديك العصيره الحامض كتغد المذاق منعش، وكتحسوا بها ملي كتكونوا كتاكلوا في الحشوه. غادي ناخذ لي كريب ديالي كما قلت لكم، غادي نحط لكم المقادير ديالهم في صندوق الوصف وغادي يطلعوا لكم حتى في الشاشه. وغادي نبدا ندهن بديك بلا كريم بلا صوص بيشاميل اللي بقات ليا، كندهن غير شويه ما نكثرش، ونحط الحشوه ونديرهم هكذايا نغليهم، وناخذ واحد الطبق اللي كنكون دهنته مزيان بالزبده وكنحطهم باش ديك الزبده كتعاون انهم يتحمروا ليا من التحت ويتكرملوا شويه ما يبقاوش رطب. كنكمل على هذا الشكل هذا جميع لي كريب اللي عندي على حساب الكميه اللي عندي وعلى حساب المول اللي عندي. كندهن ديما بلا صوص بيشاميل وكندير الحشوه وكنلوي. بغيتو تسدوهم جنيبات ممكن تسدوهم، ممكن تخليهم حتى هكا ما كتخش الحشوه. من بعد منين درتهم في المول هكذايا مدهون، بان لي انني ندخل لهم ديك الجنيبات لتحت باش ما يتحرقوش، يعني بحال سديتهم لانهم جاو نيشان قد المول. صافي ملي غادي نساليهم غادي ندهنهم كلهم بالزبده من الفوق عاوتاني وغادي ندخلهم للفران. كاين اللي كيدير فوق منه شويه ديال صلصه البيشاميل من الفوق عاد كيدير الفرماج، وانا ما كنبغيش ندير من فوق منهم صلصه البيشاميل. داكشي اللي فيهم من الداخل كافي، كيعجبوني يجيو مقرملين شويه من الفوق. منين يطيبوا ويساليو غادي نخرجهم وندهن عليهم، ندير عليهم شويه ديال الجبن وغادي نخليه يذوب فوق منهم. ومنين كيوجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا كندخلوهم للفران تقريبا واحد 15 20 دقيقه غير يتحمروا ونخرجوهم. كيجيو على هذا الشكل هذا جاو زوينين بزاف، جاو بنانين. وما تنساوش العصره ديال الحامض مهمه بزاف بالنسبه لي انا. تيقوني كتجي زوينه بزاف وعشا خفيف وكيوجد دغيا. ولا بغيتوا الوصفه ديال الكريب نديرها لكم، هما ساهلين يعني كتخلطوا غير المقادير وكطيبوا الكريب ديالكم. ولكن الا بغيتوا تشوفوها وبغيتوها بيديه انا نصاوبها لكم، ما كاين حتى شي مشكل. من الداخل كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما كيجيوش لاصوص فيهم بزاف كيجي داكشي كما خاصو يكون، يعني حدو قدو كما كنقولوا. نرافقوها مع سلطه ولا مع خضار كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الا عجبتكم حتى الوصفه ديال اليوم والاقتراح اليوم. ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وتعليق باش تشجعوني، لان كنشوف بان التشجيع ما كاينش بزاف. كاينين بعض الناس اللي ديما حاضرين معايا كنشكرهم بزاف ديما كيشجعوني ويديروا لي اللايكات. وحتى نتوما اللي ما كديروش لايكات واللي ما كتخليوش تعليق وكتفرجوا فيا، لان كنشوف لي فيو كاينين ولكن التعليقات ما كاينينش. المهم خليتكم على خير والسلام عليكم.